السلام عليكم بالهويشة. أنا عايز أقول لك كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم وتعود عليك الأيام بخير يا رب، وأتمنى يكون البرنامج السهرة الرمضانية عجبك، وما تنساش إنك تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل تهويشة. خلينا نبدأ حلقتنا كالمعتاد بالصلاة والسلام على أشرف الخلق وأحسن الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا نبي الله. اعذرني حلقاتنا بعد كده إن شاء الله في الغالب هتكون في الوقت ده، لأن أنت عارف إن أنا عندي يعني شوية ضغط شغل وكده أنا والتيم، فبنحاول إن إحنا نظبط لك أحسن حاجة. وطبعا إحنا اتأخرنا عليك في برنامج حصريات، وعلشان كده إحنا حبينا إن إحنا نغير الميعاد علشان يكون مناسب معاك ويكون برضو مناسب معانا، ونقدر إن إحنا نتقابل في اوقات متقاربه ومواعيد معروفه. طبعا انا عايز ابدا حلقتنا النهارده عن اكتر حاجه يمكن اثرت علينا كناس بتتابع الكوره او كناس كويره بتحب الكوره. طبعا اللي حصل امبارح في مباراه الاتحاد وفيوتشر. قبل ما اتكلم بالظبط عن الحاله الصحيه اللي وصل لها احمد رفعت، يا رب يا رب تقوم بالسلامه يا حبيب قلبي، وباذن الله تقوم على خير وتكون يعني وعكة صحية خفيفة، وبإذن الله تعدي معاك على كل خير وكل سلامة بإذن الله. بس أنا عايز أستوقف عند حاجة واحدة بس، هو جمهور نادي الاتحاد أو نادي الاتحاد عامة. جمهور نادي الاتحاد عامة في الدقيقة 90 لما اللاعب نزلت عربية الإسعاف خدته ومشت، الحكم كان مصر إنه يكمل المباراة، ولكن جمهور نادي الاتحاد بشجاعة وكل حب وكل روح رياضية وخوف على هذا الإنسان، مش عشان هو لاعب، هو إنسان. ده إنسان وقع من طوله، وقع جاله صدمة في قلبه، يعني قلبه نفسه وقف. انت كحكم مباراة ازاي عايز تكمل الماتش؟ يعني هو عايز اقول لك على حاجة، الفرقتين كده كده كانوا خلاص شطبوا وخلصوا كل اللي عندهم. انت كانت الدقيقة 90 يا سيدي الحكم. فين الإنسانية؟ اتحاد الكرة فين؟ اتحاد الكرة فين في الموقف ده؟ اتحاد الكرة فين في ان الحكم مصر ان في لعيب اصلا ما انت ده واحد قلبه وقف، يعني ده بين ايادي ربنا، يعني يا رب يا رب يعني يقوم بالسلامة. فده انسان يا اما مات يا اما عاش. انت ليه مصمم اصلا انك تكمل الماتش؟ صفر يا عم، صفر عشان لو الفريق الطبي بتاع الفريق ده قادر يعمل حاجة يعملها، صفر عشان لو الفريق ده قادر ان هو يعمل اي حاجة يعملها. انما انت ربطت الفرقة معاك في ماتش هتكمل 3-4 دقايق، بناء عليه اصلا هتعمل ايه بيهم؟ تعمل ايه بيهم؟ ده ماتش في الدوري حضرتك عادي، مش نهائي كاس عالم عشان تكملهولي. نرجع للحالة الصحية لأحمد رفعت. الحمد لله الحمد لله. تعالى معايا كده بالترتيب. اللاعب بعد سقوطه على أرضية الملعب اتجهت عربية الإسعاف لأن عشان تاخد اللاعب ده وتوديه على طول مستشفى زمزم في اسكندرية، ومستشفى زمزم أشادت بالإسعافات الأولية، لأن الإسعافات الأولية هي السبب الأكبر في استقرار حياة اللاعب واستقرار الحالة الصحية عنده. وبعد كده مستشفى زمزم تحول اللاعب الى مستشفى ICC المتخصصة في القلب، علشان ده كان من يعني هو الموضوع عنده كان في العضلة القلبية نفسها، قلبه نفسه وقف لمدة 1.5 ساعة. طبعا مدة زمنية كبيرة جدا. احمد رفعت بيصارع الحياة والموت، وشكرا جدا لجماهير نادي الاتحاد الخالصة، وطبعا رئيس نادي الاتحاد مصلحي. يعني الجمهور ورئيس النادي فعليا لما على الاحتشاد اللي عملوه قدام المستشفى نفسها، ورئيس النادي الاتحاد نفسه يحاول انه يساعد ويقدم كل المساعدات الممكنة لهذا اللاعب اللي هو اصلا من الفريق المنافس. هي دي الانسانية، هي دي الانسانية، هي دي الرياضة، هي دي الكورة. الرياضة ايه غير ان احنا اصلا بنلعب وبنأدي كل واجباتنا، ولكن كلنا في الاخر بشر، وكلنا في الاخر اخوات، وكلنا في الاخر بنحاول ان احنا نحافظ على سلامة بعض. شكرا جدا لجماهير نادي الاتحاد الخالصة، مشرفين اسكندرية بالكامل. اسكندرية كلها في الرياضة تكمن في جماهير نادي الاتحاد السكندري المحترمة الخالصة اللي بتقدر كل حاجة. انا لو عايز افضل طول الحلقة بجد فعليا اشكر في جماهير نادي الاتحاد،
بجد، لان الموقف اللي عملتوه هو موقف انساني خالص 100%. تعال نروح لقائمة منتخب مصر. قائمة منتخب مصر طبعا انا اتأخرت عليكم، يمكن الحلقة دي هتطول معانا شوية، بس انا عايز شوية تفاصيل اقولها لك. قائمة منتخب مصر انا عايز اعلق على كذا حاجة. ايه هما؟ القائمة طبعا ظهرت قدامك زي ما انت شايف كده. التعليق اللي انا عايز اقوله لك عن 3 لعيبة، وابو جبل ومحمد صلاح ولاعيب واحد من نادي الزمالك. ابو جبل، انا عن نفسي كمحمد يعني او كواحد متابع كوره الفتره الاخيره دي، ابو جبل مش في مستواه اصلا انه يكون حتى على دكه البدلاء لمنتخب مصر. انت عندك حارس اسمه بسام، والله بسام ده كويس، يعني بسام كويس. بسام من الحراس اللي على الاقل لو قعدته دكه هتقدر ان انت تستفيد بيه. انما ابو جبل مستواه في النازل، الا لو ما كانش قرب يبقى مستوى معدوم اصلا اساسا. محمد صلاح وقصة استبعاد محمد صلاح، تعال احكي لك قصة استبعاد محمد صلاح دي بالتفصيل. وزير الشباب والرياضة تواصل مع محمد صلاح شخصيا، لان عشان اكون معاك صريح، وزير الشباب والرياضة هو الوحيد اللي بيتواصل مع محمد صلاح. كلمه، قال له يا صلاح انت ايه الدنيا معاك؟ قال له والله يا كابتن انا مصاب ولسه طالع من اصابه، ومحتاج ان انا اشارك في المباريات بشكل تدريجي علشان ارجع تاني واوصل لكميه التعافي بنسبه 100%. فالراجل اقتنع، قام جاي مكلم حسام حسن، قال له بص يا كابتن حسام الوضع بيقول 1 2 3. فحسام وابراهيم قعدوا مع بعض قالوا بس خلاص، طالما الراجل محتاج ان هو يبقى عنده الوقت الكافي انه يرجع تاني لمستواه وان هو عايز يشارك بشكل تدريجي، واحنا عندنا بطولة مهمة وهنكون محتاجين محمد صلاح، فاحنا من بابه ريح محمد صلاح دلوقتي لحد ما يرجع يحط رجله في الملعب تاني ونبقى نجيبه. ابراهيم حسن وحسام حسن ما بيختارش غير اللعيب الجاهز 100%. مش هجيب لعيب مصاب واحطه في الدكه ويبقى زادت عدد، فلا انا اجيب لعيب جاهز 100% واقعده على الدكه لو احتاجته اقدر استفيد منه. ايه القصه بتاعت 10 لعيبه من النادي الاهلي قصاد لعيب واحد من نادي الزمالك؟ بعض الجماهير وبعض الصفحات حولت الموضوع ده لايه؟ لانحياز وحسام حسن بينحاز والزمالك ومش عارف ايه وبلا بلا بلا والكلام اللي هو ملوش 30,000 لازمه. لان فعليا انا عايز اكلمك عن جمهور نادي الزمالك بالاخص، ولكن في اخر الحلقه، لان فعليا انا عندي نوبه غضب كبيره جدا من جماهير نادي الزمالك. المهم، لاعب واحد من نادي الزمالك وهو عواد. طيب ليه ما خدتش اي لاعب تاني من نادي الزمالك غير عواد يا عم؟ ما انت عندك زيزو مصاب، لو انت مش عارف زيزو مصاب والقائمة اعلنت بعد اصابة زيزو. تمام كده؟ الراجل قال على التحديدة دي بالذات، لان الصحفي سأله على دي بالذات. حسام حسن قال لك ايه؟ قال لك انا ما عنديش اي مشكلة بين لاعب في الاهلي او لاعب في الزمالك او لاعب في زد او لاعب في انبي او لاعب في اي حته. انا كل اللي انا بعمله ان انا بختار لعيب وباسمه وفي الاخر بلاحظ هو بيلعب في نادي ايه. قام جاي الصحفي متك عليه كمان، قال له طب عبد الله السعيد؟ قال له عبد الله السعيد في حساباتي، ولكن اخر ماتشين لعبد الله السعيد كان مستواه مش كويس، والراجل في حساباتي، وانا ولا بعتمد سن ولا بعتمد فريق ولا بعتمد وسايط ولا بعتمد محسوبيه. حسام حسن بيختار وبيضيف اللاعب الى قائمه منتخب مصر، اللاعب الجاهز بنسبه 100%. تعال نروح لنادي الزمالك قبل ما اكلمك عن النادي الاهلي ومباراه النادي الاهلي النهارده. طبعا انت النهارده عارف ان الزمالك هيلعب والاهلي هيلعب. الزمالك، قبل ما اكلمك عن نادي الزمالك والواقعه بتاعت شيكابالا وجمهور الزمالك اللي مضايقني شخصيا، خليني اكلمك عن قرعه الكونفدراليه اللي عملت صدام مصري خالص بين الزمالك ومودرن فيوتشر في ربع النهائي لكأس الكونفدراليه. وطلع رامي نصوحي
العضو من اعضاء مجلس نادي الزمالك، قال لك ان دي فرصه ميزه لينا ان احنا هنقابل فيوتشر، وهي ايه بقى؟ ان احنا مش هنطلع بره مصر. وقال ان ماتش فيوتشر هو مباراه صعبه جدا. وعايز اقول لك على حاجه، ماتش فيوتشر ماتش صعب جدا على نادي الزمالك. انا كان عندي ان الزمالك يلاعب فرقه تانية غير مصريه، كان هيبقى الموضوع مبسط شويه على نادي الزمالك، لان فيوتشر فريق طامح وفريق عنده امال وفريق يرغب في انه يوصل لابعد نقطه ممكنه في البطوله. انا واحد من الناس كنت بتمنى ان الفرقتين دول ما يقابلوش بعض اصلا، علشان نقدر نشوف الفرقتين دول في مكان بعيد جدا. ولكن زي ما الكابتن احمد حسن قال، ده شيء محزن جدا، لان في فرقه واحده بس اللي هتكمل، وفرقه هتطلع من البطوله وتغادرها من ربع النهائي. النهارده الزمالك هيلعب وعنده غيابين اهم من بعض، غياب زيزو والجزيري. تعال اقول لك اصابه زيزو، لان انا ما جيتلكش وما قلتلكش اصابه زيزو. اصابه زيزو مزق في اربطه الكاحل. ده بسبب ان زيزو ما خدش الراحه الكافيه من اول اصابه. زيزو مصاب بالاصابه دي بسبب الطبيب نادي الزمالك وبسبب جهاز الفني لنادي الزمالك. من هنا من مكاني ده بشيل الشيله للمدير الفني لنادي الزمالك والجهاز الطبي بالكامل، لان انت ما اديتش اللاعب ده فرصه انه يتعافى بالكامل من الاصابه اللي هو اتصابها اصلا في اخر الفتره الاخيره، وانت خليته يلعب ماتش الداخليه، وكنت هتخليه كمان يلعب مباراه سوارة الغيني. وانت بالتالي كده خلاص خليت ان اللاعب ده منهك. لما لعب ماتش الاهلي مع لمسه بسيطه مع احتكاك بسيط في الارض الراجل اتصاب. مده اصابه زيزو هي من 3 اسابيع ل4 اسابيع، ان شاء الله يعود في اسرع وقت وباذن الله يرجع في مستوى احسن من كده. الزمالك النهارده انت عارف انه هيقابل الجونه، هيكون ماتش مش سهل، لان احنا متعودين على مباراه الزمالك والجونه مباراه شرسه وقويه. تعالى بقى اقول لك ايه نوبه الغضب اللي عندي. هتفكر ان انا متضايق من شيكا انه طالع يعمل كده ويعمل كده ويعمل مش عارف ايه. لا خالص، احنا اتعودنا على شيكابالا مع احترامي لجمهور نادي الزمالك، اتعودنا لشيكابالا انه بيحب يعمل كده. خلاص، هي بقت عندنا احنا كاهلاويه والله العظيم بناخد الموضوع اصلا بضحك وبهزار، لان احنا خلاص اتعودنا عليك ان انت كل ما بتخسر من النادي الاهلي بتطلع تعمل اي حاجه علشان بس يبقى ده شيكا. انت كشيكا ككل الكلام الحلو اللي انا كنت بقوله عليك حلو كده، انت ما اديتش اي حاجه لنادي الزمالك في ماتش الاهلي والزمالك. ما عملتش اي حكايه، ما عملتش حاجه، ما جيتش اصلا. فما تطلعش تقول اصلك الساعات ومش عارف ايه. يا عم ساعات الجون بتاع امام مضايقك؟ جا جون قفشه. لو الجون بتاع امام مضايقكم يعني ففي جون قفشه يعني. احنا كاهلاويه مش هنتكلم بقى بنقول لك اصل الجون ده قدره ملغي والجون ده قدره مش ملغي. يبقى في ايه يا جدعان؟ دي كوره وده حكم وفي حكام وفي طقم تحكيم وفي فار وفي كل حاجه وفي الدنيا ماشيه. مش كل بقى ما يحصل حاجه بين الاهلي والزمالك نحول الموضوع لازمه. دي حاجه. تاني حاجه، جماهير نادي الزمالك على صفحات نادي الزمالك وعلى صفحات جماهير النادي الاهلي اللي بيدخلوا بيشجعوا في شيكا وشايفين ان المنظر اللي شيكا عمله ده منظر طبيعي جدا، وشايفين ان ده حاجة عادية ان انت تعملها في اي وقت، وكمان بيشتم وبيغلط في جماهير النادي الاهلي. الناس دي انت او انتوا عايزين ايه؟ يعني الفرقتين ما كانوش اصلا بيتعاملوا مع بعض خالص بسبب ان كان في مشاكل بين كل فرقة. حلو كده، وكان في مشاكل كبيرة بين كل فريق. دلوقتي رجعنا العلاقات تاني، ورجعنا ان احنا نبقى في بينا علاقة ود من اول وجديد كادارات الاندية. فيجي شيكا يروح للجمهور يعمل له كذا، فلما الجمهور المرة الجاية يعني يرد على شيكا، الموضوع هيتحول بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. يا شيكابالا يا شيكابالا حط الروح الرياضية في دماغك يا شيكابالا. بطل تعمل قلق بين الجماهير يا شيكابالا. عايزين نرجع الجمهور تاني للملاعب يا شيكابالا. ده رسالتي لجماهير نادي الزمالك، ولكن مش كلهم.
انا بكلم فئة معينة من جماهير نادي الزمالك، وهي الفئة اللي بتستخدم لسانها ومش بتستخدم الكورة ولا بتستخدم الرياضة في التشجيع، هو بيستخدم لسانه. ومعظم الناس متسلطة اللسان في جماهير الزمالك هي السبب في كل النزاعات والخلافات بين الجماهير. انا كده قلت اللي عندي من ناحية جماهير نادي الزمالك، وبالاخص شيكابالا، يا رب يهديك، لان انت كلاعب، يعني انت لعيب كبير، انت لعيب كبير. بعض اللاعبين في الدوري المصري باخدينك قدوة ليهم، فانت ازاي هتكون قدوة وانت كده؟ ازاي هتكون قدوة للاطفال اللي طالعين اللي بيحبوا شيكابالا، هيكونوا قدوة كده وانت كده؟ ازاي هيطلع يعمل زيك لما يكبر؟ هيعمل زيك لما يكبر. هتكون انت يعني انت هتتحاسب على كل واحد كان بيحبك وقلدك، هتتحاسب على ده. يعني كلنا رايحين يوم لما تروح هتفضل تتحاسب على ده. اعمل لروحتك، اعمل لليوم اللي انت هتروح فيه. النادي الاهلي طبعا كلنا عارفين ان القرعه كانت من حوالي ساعه. النهارده النادي الاهلي هيقابل سيمبا التنزاني، مباراة شرسة وقوية جدا. تعالى بقى اقول لك على مفاجأة. هو مدرب سيمبا التنزاني هو عبد الحق بن شيخة. عبد الحق بن شيخة هو المدرب اللي قدر ياخد السوبر من النادي الاهلي في الجزائر، وخد السوبر كان بيدرب ربي الشباب الجزائري حاجة كده يعني. المهم شباب العاصمه، شباب العاصمه الجزائري. المهم يعني الراجل ده كان اخد من مستر كولر بطوله، فالمباراه قد تتحول بين فرقتين الى مدربين، فهنشوف ماتش جامد جدا 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 بين الاهلي وسيمبا التنزاني، والفائز منهم هيقابل مازيمبي الكونغولي او بترو اتلتيكو. اتمنى وصول النادي الاهلي الى ابعد نقطه، وان شاء الله ناخد البطوله ونحرزها. ومن توقعاتي من هذا اليوم، من دلوقتي للنهائي، الاهلي سوف يواجه صن داونز في النهائي، لان هم اكبر فرقتين مرشحين، ده من وجهه نظري، وطبعا من وجهه نظر ناس كتيره جدا ممكن شايفين الكلام ده. النادي الاهلي يواجه البنك الاهلي في تمام الساعه 9:30. وعايز اقول لك على حاجه بقى، الاهلي لعب مع البنك 7 ماتشات، كسب 3 وتعادل 4. لعنة التعادل تصيب الفريقين ببعض. لعنة التعادل بين الأهلي والبنك الأهلي مستمرة، وطبعا احنا عارفين ان احنا عندنا مؤجلات كتيرة جدا، وكون ان احنا نكسب الماتش ده عشان ناخد ال3 نقط، فده طبعا شيء لازم نكون عندنا، لازم ان احنا نعمل كده، لان احنا محتاجين ال3 نقط علشان على الاقل ما نصعبش علينا المشوار في الدور الثاني، او نصعب علينا المشوار في اخر الدوري. وكمان علشان كلنا عارفين ان هتتحسم الاشتراك في البطولات الافريقيه في على ربي اللهم صل على سيدنا محمد. الدور الاول هو الدور اللي هيحسم المشاركه في البطولات الافريقيه، سواء الكونفدراليه او دوري ابطال افريقيا. وعايز اقول لك على حاجه، في حال وصول النادي الاهلي الى النهائي في دوري ابطال افريقيا، هتكون للمره الاولى من 11 سنه هيلعب ماتش الاياب على ملعبه، اللي هو ماتش العوده. اخر ماتش عوده على ملعب النادي الاهلي في النهائي كنت بتلاعب وقتها اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي سنه 2013، يعني من 11 سنه. تعال اقفل لك الحلقه بتاعتنا بغيابات النادي الاهلي. هو بيرسي تاو وعبد المنعم وكوكا بسبب الاجهاد، ان اللعيبه دي فعليا مجهده، وانت حتى شفت كوكا ما شاركش في المباراه الاخيره، لان كوكا حالته النفسيه مسيطره عليه. يا رب يا كوكا باذن الله تعدي على المرحله النفسيه دي، وربنا معاك ويصبرك يا ابني ويرحم والدك ان شاء الله. ما تنساش انك تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل تهويش.